السلام عليكم، أتمنى الجميع بخير. متابعينا الكرام، قضية وخز التلاميذ بالإبر اللي راها رجعت بقوة مؤخرا في الجزائر ودارت خوف وهلع كبير عند العائلات الجزائرية. اليوم الأمن الجزائري راه أوقف 3 نساء مشتبه فيهن بوخز تلاميذ ابتدائي بالإبر، وحسب ما نشرته قناة الحياة منذ قليل فإن الأمن الوطني ألقى القبض على 3 نساء في ولاية سطيف يشتبه فيهن بوخز تلاميذ الابتدائي بالإبر. وحسب نشطاء فإنه تم القبض على النساء بعد تعرض تلميذين في سطيف إلى الوخز بالإبرة. متابعينا الكرام، البارح ثاني راه تم مطاردة رجل في باتنا كان يرتدي جلباب ويوخز تلاميذ بالإبر، لكن للأسف لم يتم القبض عليه. إن شاء الله هذا النساء اليوم يعترفوا للأمن باش نعرفوا الأسباب الحقيقية وراء الظاهرة والجهات التي تقف وراءهم.